مساء الخير عليكم من تسليم جديد من شركة السويفي. خلصنا في أقل من 45 يوم. كنا مصورين على الصفحة فيديو بنقول إن احنا صاحب الشقة عاوزين نسلمه في 45 يوم، فالحمد لله قبل ال 45 يوم كمان سلمناه. عملنا هنا النيو مودرن وعملنا المكتبة زي ما حضراتكم شايفين. لسه في ترابيزة كده تتحط هنا من تحت بتتعمل مع العفش، شكلها شيك جدا. وعملنا بديل الرخام زي ما حضراتكم شايفين. بديل الرخام ده المستورد، اللوح بتاعه تقريبا بحوالي بتاع 1350. جبنا لوحين وعملنا الاوبن بوك زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الصنايعي كان عاوز يركب من جوه اللوح ويقطع، فكان الرسمه ما كانتش تطلع مظبوطه، ففضلت قاعد معاه بصراحه اليوم ده لحد ما خلصه. فكان عمل الاوبن بوك زي ما حضراتكم شايفين علشان خاطر الرسمه تظهر كانها طالعه من الحيطه بنفس رسمه الاوبن بوك. ده لوح وده لوح يعني، بس احنا لما ضفنا اللوحين على بعض وحطيناهم، طبعا لما جينا فرغنا حطيناهم على الارض كده وقطعنا، طلعنا الرسمه دي كده اللي بره خالص، وبعد كده حطينا ده على الحيطه وده على الحيطه، والفراغات اللي من جوه ورا المكتبه حطيناها الفضلات اللي كانت باقيه منها، فمش ظاهر اللي ظاهر كله الشكل الخارجي كده شكله جميل. وبديل الخشب زي ما حضراتكم شايفين عملناه بنفس الفكره بتاعتنا اللي بنعملها، زي ما قلنا بنقطعه في الراوتر ونعمل الام دي اف وبنحط عليه اللوح البلاستيك، وبيبقى بيدي الشكل ده، بيبقى موفر جدا عن المستورد وشكله جميل. السقف زي ما حضراتكم شايفين احنا عملنا السقف مودرن برضو يمشي مع الديزاين اللي احنا عاملينه. الناس اللي هي بتحب الخروج وما بتحبش القعده في البيت والكلام ده كله فطبعا بتحب المودرن اكتر، انما الناس اللي بتحب الهدوء فدايما بيفضلوا الكلاسيك. زي ما حضراتكم شايفين المطبخ عملنا الرخام نفس الرخام بتاع المطبخ، عملنا بيه نفس الرخام البار عشان يدي شكل ظريف وجميل. وعملنا الفتحه بتاعه الباب عشان اللي يدخل جوه يكون خدنا جزء من البار، وفي نفس الوقت استغلينا بدل بيبقى فيه باب تاني ويضيق علينا المساحه، فعملنا الشكل ده. عملنا هنا مكان الديب فريزر والثلاجه، وعملنا هنا مكان الغساله والبوتاجاز في الجزء ده. فالمطبخ على قد ما هو مش كبير قوي بس ادى معانا مساحه. طبعا يا جماعه احنا دايما بنحب نوفر في حاجات معينه عشان خاطر كل ما توفر في التكاليف بيطلع الشكل كمان معاك جميل جدا وهادي، ما بيبقاش في افوره كتير في الديكورات، علشان خاطر دايما العميل يعني مثلا انا عندي مثلا جنب زي اللي عملته ده ما كلفنيش كتير، يعني مثلا حسبه 5-6000 جنيه بس ادى منظر وادى شكل جميل. عندنا الطرقه زي ما حضراتكم شايفين دايما بنعلق احنا على الكهرباء والمفاتيح، عندنا 24 خط زي ما حضراتكم شايفين بنفس الشكل المفاتيح وتحميه توزيع الاحمال، عشان خاطر كل حاجه متحمله، التكييف والسخان والفريزر والثلاجه والغساله كل حاجه متحمله، كل حاجه ليها فيشه. عندنا كمان الباب المصفح زي ما حضراتكم شايفين نفس الشكل ونفس الديزاين بتاع البني، عشان خاطر نمشي على ديزاين واحد. حمام الضيوف زي ما حضراتكم شايفين عملناه سيمبل وبسيط كده علشان خاطر عملنا القعده الركبه دي علشان خاطر الدخله بتاعه الحمام، وعملنا فيه المرايه وزي ما حضراتكم شايفين كل الاكسسوارات باللون الابيض علشان خاطر نمشي مع الديزاين وكله يكمل بعضه. تعالوا كده نشوف الحمام الرئيسي، عشان انتوا عارفين انا بحب ابدع صراحه شويه في الحمامات علشان خاطر هي بتبقى من الحاجات اللي محتاجه يتعمل فيها ديكور علشان خاطر الضيوف، وعشان خاطر هو حاجه بتبقى شكلها حلو وظريف. زي ما حضراتكم شايفين كده الحمام بتاعنا بلون مختلف علشان خاطر احنا غيرنا الشكل اللي احنا بنعمله. كل حمام بنعمله بنروح نحاول نجيب ديكورات جديده ونحاول نجيب ديزاينات جديده. الاطقم الصحي زي ما حضراتكم شايفين، الحوض بالخلاط الابيض بتاعه، بالابيض بتاع الاكسسوارات، بالقعده، بالشباك بتاع الشباك الابيض، بالنسبه للشاور الازاز والشاور الفضي الداخلي، كل حاجه منسقه وشكلها حلو وظريف وجميل. تعالوا كده نشوف الغرف. عندنا كده الغرفه. قبل ما نشوف الغرف كل مره بقول لكم على موضوع البيبان، عشان البيبان دي يا جماعه مش عموله، البيبان دي مصنع.
يعني انتوا عارفين الفرق بيبقى في السعر كبير. التجزيعه بتاعه الرخاء بتاعه الخشب بنبينها ازاي، والاسترجي ونعومه الباب وشكله، مع ان هو مش غلاوي. الاوكر بتاعتنا مختلفه علشان خاطر تمشي مع اللون بتاعنا. برضو لو كنا ابيض وتلج كان بتبقى فضي، دي كده نحاسي، فشكلها حلو وظريف. الغرف زي ما حضراتكم شايفين احنا ما بنحبش نعمل حاجات كتير وديكورات كتير في الغرف، لان الغرف دايما بتبقى عباره عن ديكورات الخشب فيها هي الافضل، فما بنحبش نكلف العميل ونقعد نعمل رسومات ونعمل حاجات كتير تبدا بتعلم عنا التكلفه. فدايما بنعمل بقى حاجات هاديه، بيت نور عادي والدليات زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا كده نشوف الغرفه الثانيه، نفس الكلام ونفس الديزاين. دي غرفه الاطفال، نفس الكلام برضو، ما عملناش فيها شغل كتير واعتمدنا على شغل ديكورات العفش، هتدي منظر وهتدي شياكه بالنسبه لشغلنا. تعالوا كده نشوف كمان الغرفه الثالثه، المفروض هو هيعملها ليفنج. فهو قال لنا العميل يعني قال لنا ان احنا عاوزين نعمل حاجه قعده مغربي، فعملنا القطيفه زي ما حضراتكم شايفين علشان خاطر تمشي مع الديزاين اللي هيتعمل بالنسبه للقعده المغربي اللي هو حابب يعملها. والسقف برده كان بسيط وما فيهوش اي افوره كتيره ولا اي حاجه. انا طبعا كده خلصت الفيديو، وبشكر كل الناس اللي بتشتغل معانا والمهندسين اللي شغاله معايا في الموقع، لان هم يا جماعه والله بيتعبوا معانا كتير جدا. بشكر الصناعيه، وكمان انا بشكر الناس اللي بتتابعني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.